تؤدي الزراعة دورا مهما في اقتصاد المغرب، وتعد المصدر الأول القائم عليه الاقتصاد، لكن هناك مئات الآلاف من المغاربة يعملون في زراعة الحشيش لتأمين قوتهم اليومي. ولكن قبل أن نبدأ أعزائي المشاهدين، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. المغرب واحد من أهم الوجهات السياحية في العالم، يأتي الملايين إليه كل عام منجذبين بثقافته الغنية والشمس وجمال الطبيعة، وتعد السياحة مصدرا غنيا بالنسبة للاقتصاد المغربي، وذلك بفضل موقعه الاستراتيجي ومطلا على البحر الأبيض المتوسط من الشمال، ومن الغرب على المحيط الأطلسي. لكن في مدينة شفشاون التي تعرف بالمدينة الزرقاء في أعالي جبال شمال المغرب، وأصبحت وجهة سياحية تستقطب السياح من الداخل والخارج، وتتواجد فيها السياحة من نوع آخر، لأن تدخين القنب يجري هناك في العلن، ويأتي المدخنون إلى هذه المدينة ليجربوا ما يصفونه أفضل مخدر في العالم ومن المصدر مباشرة. ورغم أن تدخين القنب المخدر محظور في المغرب وزراعته غير قانونية كمعظم دول العالم، فإنه مصدر رزق لنحو 1,000,000 شخص في هذا البلد العربي الواقع في أقصى غرب شمال إفريقيا. تقع شفشاون في منطقة الريف على حافة موطن القنب المغربي، وفيها يمكن رؤية المناطق الزراعية بكل وضوح على خرائط الأقمار الصناعية، حيث يزرع الحشيش علنا بجانب الطريق تماما. لكن ليس كله مغربي تماما، فبعض البذور مستوردة في هذه المناطق. الحشيش نبتة صبغية مركزة من نبتة القنب، ويتم وضعها في كتلة وتزرع في بعض المناطق المغربية بكمية صغيرة لتلبية حاجة السياح فقط الذين يزورون مدينة شفشاون والمدن السياحية المغربية الأخرى. في المقابل تمت مناطق شاسعة أخرى يذهب إنتاجها للتصدير. منذ أكثر من قرن يزرع الفلاحون هذه النبتة التي يسمونها الكيف في تربة فقيرة لا تصلح لشيء آخر، خصوصا في جبال الريف، حيث لا ينعم الفلاحون بالرخاء والبدائل أمامهم محدودة. فقلة من المحاصيل يمكن زراعتها في هذه الأراضي القاحلة. وفي كتامة البلدة الجبلية المعزولة التي تبدو متهدمة هي موطن لأكثر الحشيش المرغوب في العالم، حتى أصبح تعاطيه جزءا من الثقافة المحلية. ويقدر تقرير أصدره مكتب أوروبي للدراسات في مارس آذار الماضي عدد المتعاطين للقنب في المغرب بنحو 1.5 مليون شخص، حيث يصل متوسط سعر الجرام الواحد من الحشيش إلى نحو 78 درهما. وبعد عقود من الزمن بات من المألوف رؤية النساء فقط في حقول القنب الهندي. بعد هروب الرجال الذين تلاحقهم السلطات، فاضطرت النساء للنزول إلى الحقول ومواجهة مصيرهن مع المجهول، ومنهن القاصرات التي يقضين ساعات طوال في الاعتناء بحقول الحشيش دون أي مقابل مادي. لا تحجب حقول القنب الهندي المترامية الأطراف قسوة الحياة اليومية للنساء الأرياف، في حين تنشغل النساء كثيرا بكل الأشكال مصارعة نبتة القنب الهندي، لكنه ليس مصطلحا معيبا، فقد تعودت هؤلاء النساء على سماعه منذ أن كن نساء صغيرات، لكنهن لا يتقبلن أن يصفن بمزارعات القنب الهندي. في المقابل لجأ الرجال إلى الجبال خوفا من تعقب السلطات لهم. وتفيد الإحصاءات بصدور أكثر من 40,000 أمرا لإلقاء القبض على مزارعي القنب الهندي، وتنفذ الشرطة أوامر الاعتقال، لكن الأوامر الصادرة عن المندوبية السامية للمياه والغابات لذلك لا تقود الكثير منها للاعتقالات. لكن يبقى التهديد قائما، مما يدفع البعض إلى دفع رشاوي من دخلهم الضئيل الذي لا يتعدى 100 دولار في الشهر. نتيجة لذلك يجبر العديد من الفلاحين على العيش في الخفاء، مما قد يكون له عواقب خطيرة عليهم وعلى عائلاتهم، فالعديد من أبنائهم لا يسجلون لدى السلطات، مما يعني حرمانهم من العلاج في المستشفيات والتعليم في المدارس. ولا يمكن للآباء تجديد بطاقتهم الشخصية بسبب كونه مزارعا خارج القانون. ويجني أباطرة المخدرات من وراء هذه التجارة ملايين الدولارات، أما المزارعون فيتوارون خلف الجبال ويعيشون أوضاعا مزرية، وتكاد حقول الحشيش تحجب الرؤية عن بيوتهم. أما في الداخل فتمت أسر تشكو قلة الحيلة
وأوضاعا إنسانية صعبة، حيث يعمل الكثيرون منهم مقابل $1 في اليوم، فيما ترسل عائلات أبنائها إلى المدينة الأقرب للعمل بمرتب لا يزيد عن $50 في الشهر. رغم ذلك ينظر هؤلاء المزارعون إلى زراعة القنب باعتبارها المعين الأساسي له، إذ تعتبر هذه الزراعة له مصدر الرزق الرئيسي لنحو 90,000 أسرة في منطقة الريف والشمال، دون أن تخرجها من الفقر، لأن الفوائد الأساسية تنشأ في شبكة الوسطاء التي تقود هذا المخدر إلى أوروبا. أباطرة المخدرات على طريق تعقب الحشيش. قبل سنوات تعهدت السلطات المغربية بمنح 10 إلى 12 مليون درهم لكل من يتخلى عن زراعة القنب الهندي ويقيم مشروعا بديلا بالبلاد، لكن بعض القرى المعروفة بهذه الزراعات في حاجة لأكثر من هذا المبلغ الذي رصده وزير الداخلية الأسبق شكيب بن موسى، فلا يوجد فيها طريق معبد ولا ممرات سالكة، فترك هؤلاء لمواجهة مصيرهم مع حدة الفقر وضراوة التضاريس. ورغم أن المغرب يتبنى منذ عام 2003 استراتيجية تنموية تهدف إلى الحد من زراعة القنب الهندي في بعض المناطق الواقعة شمالي البلاد، ورصد لهذا البرنامج مبلغ 900 مليون درهم، فإن زراعة هذا المخدر الغير المشروع بات يغطي أكثر من 50,000 هكتار في الجبال والوديان شمال المغرب، موزعة على 5 أقاليم هي الحسيمة وشفشاون وتونات والعرائش وتطوان شمالي البلاد. ورغم أن القنب الهندي ممنوع في المغرب، يمكن رؤيته مزروعا في كل أنحاء الريف، ويصعب مع هذا تصديق أن السلطات لا تعلم بذلك، بل هناك تسامح من اتجاه تعاطيه رغم كونه غير قانوني في الوقت نفسه. تنفق الحكومة المغربية الملايين على مكافحة تهريب الحشيش، وهذه أولى التناقضات المثيرة الموجودة على أول خطوات تعقب الحشيش. في عام 2017 تربع المغرب على قائمة البلدان الإفريقية صاحبة أكبر قدر من المضبوطات من القنب الهندي، وذكرت الشرطة المغربية في هذا العام إنها صدرت 117 طنا من منتوج القنب الهندي. كثيرا ما تتردد السلطات بفخر إنها تنتصر في الحرب على المهربين وتنشر قصص نجاحاتها محليا علنا على نطاق واسع. ورغم تقديم صورة عن قوة الشرطة، تمتلك موارد متطورة للغاية وتمارس دورها في الحرب العالمية على المخدرات، فإن الأرقام تشير إلى ما يقلق فعالية الجهود المبذولة. فقد صنفت مؤسسة نيوفرونت الأمريكية المغرب كثالث أكبر السوق لتجارة القنب الهندي على المستوى الإفريقي، وتبلغ عائداتها 3.5 مليار دولار سنوي بعد إثيوبيا ونيجيريا. وأشارت إلى عدد المتعاطين في زيادة، حيث وصل عدد مستهلكي القنب الهندي إلى 1.7 مليون مستهلك من أصل 58 مليون على المستوى الإفريقي. إذن لا يبدو من المنطقي تعامل السلطات المغربية مع زراعة القنب الهندي، فهي تعترف بأن ليس أمام الفلاحين خيار آخر. ورغم ذلك تجعل الآلاف يعيشون كهاربين من القانون، وتدفع هذه التناقضات للتساؤل عن كيفية زراعة الحشيش وبيعه وتدخينه بحرية هناك. الآن بدأ مستثمرون أوروبيون غير قانونيين بتزويد فلاحي الأراضي المنخفضة بالبذور المعدلة وراثيا لتحسين المحصول وزيادة قوته، حتى أصبح المغرب المصدر الأول للحشيش في العالم، وتجد مئات الأطنان منه طريقها إلى أوروبا سنويا بحسب تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة. الجريمة في المغرب ومكافحتها في أوروبا. ميناء طنجة هو أكثر موانئ إفريقيا ازدحاما، وتصدر منه ملايين الشاحنات من البضائع المشروعة، ولذا لا يصعب إخفاء الحشيش فيه رغم قول السلطات أنها تضيق الخناق على المهربين. ويفتشون السيارات نحو 7 ملايين شخص، 7,000 شاحنة تمر من هذا الميناء سنويا. ويبعد الشريط الجنوبي الإسباني عن طنجة 14 كيلومتر فقط، لذلك تدق شرطة مكافحة مخدرات الإسبانية ناقوس الخطر بسبب انتشار تجارة الحشيش في مناطق إسبانيا الجنوبية، حيث يجلب مهربو المخدرات أطنانا من الحشيش من المغرب، وذلك عبر البحر المتوسط بواسطة زوارق تجاوزت سرعة قوارب أفراد الشرطة.
وتجوب زوارق خفر السواحل الإسبانية مضيق جبل طارق كل ليلة لاعتراض مهربي الحشيش الذين ينجحون في تهريب مئات الأطنان من المخدر إلى أوروبا، حيث يتجنبون الموانئ الرئيسية وينقلون شحناتهم إلى أماكن على الساحل بعيدا عن المراقبة. وأمام عجز السلطة الإسبانية التي أعلنت العام الماضي شن حرب جديدة على المخدرات، يبدو أن بوابة المهربين نحو أوروبا لا تزال مفتوحة على مصاريعها لتحفيظ مافيا مخدرات متخصصة تشرف عن تهريب الحشيش من المغرب عبر مضيق جبل طارق إلى ساحل مدينة كونزيسبون الإسبانية. مئات ملايين من الدولارات سنويا، حيث تصل إلى هناك ثلث كمية حشيش أوروبا المستهلك. أما الأرباح الكبيرة فتذهب إلى جيوب عائلات التهريب تتقاسم بينها أموال هذه التجارة وعشائر يخشاها سكان هذه المدينة، ولذلك تبقى أفواههم صامتة وفي حي لا يعود تهريب المخدرات بأي فائدة على معظم السكان. يحقق بعض الناس ثراء من الحشيش المغربي فحسب. رئيس مجموعة منظمة مكافحة المخدرات في جنوب إسبانيا فرانسيسكو مينا يبدو الأمر مختلفا للرجل الذي يقود زورق المخدرات، فهو يحصل على 30,000 يورو في الرحلة الواحدة في المغرب، ويتقاضى من يقوم بتفريغ المخدرات في الشواطئ نحو 3,000 يورو في كل مرة، كما يحصل سائق الشاحنات على 10,000 يورو. أما في العاصمة الهولندية أمستردام، المدينة التي تخطر في بالي عند الحديث عن المخدرات، يمثل الحشيش فيها تجارة كبيرة رغم أن استيراده غير قانوني فعلا، لكن هناك تساهل في بيعه وهو متوفر بكثرة في المقاهي، كما توجد قوانين تشرع ببيعه وتدخينه، وهذا أمر يشبه الفوضى. من الناحية القانونية تقطع المخدرات التي تدخن في هذه المقاهي مسافة 3,000 كيلومتر في رحلتها من المغرب. تقدر الصحافة الهولندية دخل المقاهي بمليار يورو سنويا، وهذه كمية كبيرة من الحشيش، علما أن الفلاحين في بلدة كتام المغربية يحصلون على أقل من 1% من سعرها في مقاهي أمستردام، وهم يزرعون حسب الطلب، كما أن بعض المقاهي لديها علاقات مباشرة مع الفلاحين في المغرب. رغم ذلك يحدث المال الغربي ثورة في إنتاج القنب الهندي في الريف المغربي، فزراعة الكيف لم تعد محصورة في تلك البساطة التي كان يقوم بها الفلاح العادي، خاصة مع ظهور مستثمرين كبار من هولندا وإسبانيا في مناطق جديدة لم تعرف التوسع من قبل، حيث يدفعون أموالا كثيرة للمزارعين المعتادين على زراعة الخضروات مقابل زراعة أنواع من البذور المعدلة جينيا لتناسب المنطقة المنخفضة التي تتوفر فيها المياه. في المجمل يتزايد الطلب على القنب الهندي مع وجود حقول هائلة من النباتات المعدلة وراثيا التي تلبي ذلك. وفي حين يغض المغاربة الطرف، تمارس الشرطة الإسبانية تكتيكات عسكرية، ويلجأ الهولنديون إلى الإجازة القانونية الجزئية. وبين تلك السياسة الغير المتناسقة تم فلاحين يكافحون للعيش مقابل أفراد العصابات والمسؤولين الفاسدين الذين يثرون من الحشيش المغربي. كان معكم فريق ركن المعرفة، نتمنى أن تنال هذه المعلومات إعجابكم. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.